السلام عليكم. يا اخي اتلخبطنا الفترة اللي فاتت من بعد العربيات البنزين، واحنا ما بقناش عارفين ايه العربيات اللي مالية السوق دي. شوية يقول لك هايبرد، شوية يقول لك بلاجين هايبرد، شوية يقول لك ريف. ايه بقى الموضوع ده؟ في 3 دقايق او دقيقتين هلم لك الموضوع كله. اوعى تروح في اي مكان. من بعد العربيات البنزين اول حاجة ظهرت كانت العربيات الهايبرد. بطاريات صغيرة 2 كيلو وات، كيلو ونص، حاجات صغيرة كده مع موتور البنزين. وكان العربية فيها موتورين، موتور بنزين وموتور كهرباء. الموتور البنزين هو الموتور الاساسي للعربيه اللي على السرعات العاليه، والموتور الكهرباء هو اللي كان بيشغل العربيه في المسافات القصيره او داخل المدينه. عربيه الهايبرد دي باختصار مزاياها ان هي كانت المرحله الانتقاليه، والعيوب بتاعتها ان هي عربيات معقده وعربيات مشاكلها كتير وصيانتها صعبه. الجيل اللي ظهر بعد كده هي العربيات الهايبرد بلاجين. ايه بقى العربيات الهايبرد بلاجين؟ باختصار برضو دي كانت العربيات اللي ظهرت ببطاريات اكبر شويه، من 10 ل 25 كيلو وات كحجم بطاريه، وعربيات فيها سوكت شحن تقدر تشحنها من الكهرباء، ودي كانت اقتصاديه اكتر وموفره اكتر في استهلاك البنزين. ايه بقى عيوبها؟ عيوبها ان المدى الكهربائي بتاعها مش كبير زي العربيات الكهرباء اللي موجوده دلوقتي. الحاجه الثانيه ان العربيه لو مش هتشحنها كهرباء فهي تفضل تستهلك في البنزين، وبالتالي استهلاكها في البنزين هو استهلاك كبير. ثالث حاجه ان سعرها اعلى طبعا من سعر العربيات الهايبرد العاديه. بالاضافه طبعا العيب الكبير اللي موجود فيها سواء في العربيات الهايبرد او البلاج الهايبرد ان العربيات معقده وصيانتها مكلفه جدا ومشاكلها كمان كتيره جدا. اخر حاجه بقى ظهرت في تكنولوجيا العربيات هي عربيات الريف. عامله قلق كبير جدا في الفتره الاخيره لان هي بتعلن اصلا عن مدى كبير جدا لسير العربيات. يعني ايه العربيات الريف باختصار كده؟ هي الرينج اكستندد الكتريك فييكل. يعني ايه؟ عربيات ذات مدى ممتد بتعتمد على موتور الكهرباء كمحرك للعربيه ومرتبط بالعجلات، ولكن معاها مولد موجود جوه العربيه بنزين بيدي طاقة أو بيولد كهرباء لبطاريات العربية. العربيات دي ببطاريات أكبر، يعني من 50 ل 100 كيلو وات، وفيها مزايا وفيها عيوب. إيه بقى المزايا في العربيات دي؟ المزايا إن العربية بتقضي على قلق المدى عند كل الناس اللي قلقانة من موضوع المدى للعربيات ده أولا، وثانيا العربية بتوفر مدى كهربائي كبير يمكن ما تحتاجش أصلا جنبه الشواحن. الحاجة الثالثة ان العربيه صيانتها اقل شويه لو قارناها بالعربيات البلاجن هايبرد او الهايبرد. رابع حاجه ان العربيه ادائها سلس لان هي ادائها كهربائي، وبالتالي توازي العربيات الكهرباء في موضوع الاداء سواء داخل المدينه او على الطرق السريعه. نيجي بقى عند عيوب العربيات الريف. اول حاجه ان ما عندكش مساحه تخزين اماميه زي ما اغلب العربيات الكهرباء موجود فيها مساحه تخزين اماميه. تاني حاجة ان عندك العربية شايلة وزن اضافي بشكل مستمر، وهو الموتور البنزين اللي موجود. احنا ساعات لما كنا بنتريق على العربيات الكهرباء كنا بنقول خد معاك مولد في العربية وانت ماشي. هم خدوا الفكرة فعلا وعملوها في العربيات. الحاجة الثالثة ان العربية تكلفتها اعلى وما زالت عربية معقدة بشكل ما، يمكن اقل تعقيدا زي ما قلنا، ولكن هي برضو عربية ذات نظامين، والعربية اللي بنظام واحد هتبقى طبعا افضل بشكل كبير. لو حد يضحك عليك ويقول لك ان العربيات الريف دي عربيات تكنولوجيا جديدة وهي احدث حاجة موجودة، التكنولوجيا دي موجودة يمكن من سنة 2015 على يد شركة بي ام دبليو. في البي ام دبليو الاي 3 كانت موجودة بنسختين، نسخة كهربائية بالكامل ونسخة كان اسمها الريكس. الريكس دي كان فيها موتور بنزين صغير ورا، كان بيتحط له 9 لتر بنزين، وكانت 9 لتر دي بتولد مدى كهربائي 100 كيلو متر يضاف الى المدى الكهربائي بتاع العربيه. والعربيه كانت بتوصل لمدى ممتد بشكل عام حوالي 300 كيلو. العربيه يمكن حققت بعض المبيعات في اوروبا، ولكن ما حققتش نجاح كبير قوي سواء في اوروبا او بره اوروبا. كانت عربيه كويسه ولكن كان فيها بعض العيوب، ولذلك لغايه دلوقتي شركه بي ام دبليو ما طلعتش تقريبا عربيات ريف تانية بعد العربيه دي، يمكن عشان ما كانتش تجربه ناجحه بالنسبه لها. يا رب نكون افدناكم النهارده، نشوفكم دايما في حلقات مميزه ونضيف لكم معلومات فيها، والسلام عليكم ورحمه الله.